عارف يعني ايه كلمة؟ الكلمة ممكن تكون نار وممكن تكون نور، ممكن تبني وممكن تهد. المفاجأة تأثيرها مش بس على غيرك لكن كمان على نفسك. دكتور جولي في كتابها Why has nobody told me this before بتقول طريقة استخدامك للكلمة ممكن تكون سلاح يوجعك أو حزام أمان يحميك أو مفتاح يفتح لك أبواب جديدة. الكلمات اللي بنقولها لنفسنا بتشكل نظرتنا لنفسنا. يعني لو فضلت أقول أنا فاشل أنا فاشل، عقلي هيصدقني ويخلي كل تصرفاتي تكمل الصورة دي. بس ممكن تقول هحاول، ربنا هيقدرني. ساعتها انت بتغير الاتجاه وبتزرع في نفسك إيمان مش مجرد أمل. كلمة مش مجرد كلام، هي طاقة. كلمة واحدة لطيفة ممكن تغير يوم حد بالكامل، ممكن ترجع له ثقته، تخليه يقوم من تاني. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال الكلمة الطيبة صدقة. فخد بالك من كلامك قبل ما تتكلم واسأل نفسك الكلمة دي هتبني ولا هتهد؟ هتعلم ولا هتجرح؟ هتتعلم ساعتها تختار كلامك زي ما تختار أفعالك. الكلمات بتصنع عادات. الكلمة مش مجرد صوت بيعدي، دي فكرة بتتحول لفعل. كل يوم هتقول لنفسك كلمة إيجابية هتقربك من نفسك الجديدة. الكلمة مش بس بتتقال، الكلمة بتتزرع، ولو زرعتها صح هتشوف ثمرها في حياتك وحياة اللي حواليك.